أهلا بيكم في نونا تشانل، والحلقة رقم 19 من مسلسل جعفر العمدة. النهاردة الحلقة والأحداث بتاعتها كتيرة جدا ومتشابكة. هنشوف حاجات كتيرة فيها أصل وحاجات كتيرة فيها قلة أصل. تابعونا لحد الآخر علشان نشوف كل واحد ناوي إيه لجعفر العمدة. بنتلاقى جعفر طبعا وكيل النيابة بيسأله وبيقول له هل الحاجة دي بتاعتك؟ فهو بيقول له لا دي مش بتاعتي. بيقول له طيب انت شفتها فين؟ بيقول له والله انا ما اعرفش، بس احتمال تكون اتحطت لي في لبنان. طب انت كنت مين اللي كانت معاك؟ لا دي كانت طليقتي وشفتها بالصدفة. بيفضل طول الوقت هو يسأل، وكيل النيابة بيسأل، وطبعا بيبقى واثق من نفسه جدا جعفر لأنه ما عملش حاجة. فكل الأسئلة بتاعته عبال ما بيخلصها وكيل النيابة بيصدر أمر بإن الحاجة ديت أو الكيس الأبيض اللي تلاقوه يطرحها يعني الجهة الجنائية علشان تشوف ايه الموجود بالظبط فيها. مجرد ما بيخرج بيبقى المحامي طبعا قلقان جدا، فبيقولوا له ما تخافش يا مدقة عوزت بول، مامته طبعا اللي بتقول له كده. فلما بيجوا يتكلموا مع المحامي بيقول لهم ربنا يستر، لو كاميرات لبنان ثبتت براءته خير، ما ثبتتش لإعدام لا يعني لو كان حنين هيبقى مؤبد. بيجي طبعا سيف علشان يطمن على جعفر ما بيتلاقوهوش، فبيروح لعيلة فتح الله، هو مش عارف أي حاجة. فبيفضلوا بقى يضحكوا ويتريقوا، فهو بيتضايق جدا من الموقف وبيضرب خناقة مع كام، إلى إن باباه فتح الله بيفض الخناقة. بيقوله أنت عمال تتخانق مع واحد صغير؟ بيقوله ما شايفش قلة أدبه؟ بيقول هو ده صاحبه جعفر العمدة؟ أنا ما شفتش ده، باين عليه عيل. وبيفضلوا يضحكوا، لكن هو طبعا بيفض الخناقة، وكان بيفضل متضايق على إن إزاي يعمل حركة زي كده. خلاص بالفعل جعفر العمدة دخل السجن. طبعا زي ما احنا شايفين قد كده الجو كئيب، وهو مش متعود ابدا على العزلة، فبيبقى طبعا في قمة الاكتئاب والنكد. اول واحدة بتجيله هي حماته مام الدلال، وبتبقى طبعا شمتانة جدا جدا، وتقول له انت ما شفتش اهلك لما اتسحلوا، وان شاء الله اشوفك بقى في الاخرة بعد ما تاخد الاعدام. لكن هو بيقول لها حماتي فما بتبص له كده من فوق لتحت، ما بتجوش. بيقول لها بصي، انا مش زعلتك على يوسف، ان شاء الله هزعلك على ولدك الباقي. بيحصل تشوق بين دلال وسوريا ونرجس، وبيفضلوا يقولوا يا ترى مين اللي عمل، حتى بما فيهم بتدخل كمان عايدة معاهم، لكن هم مش بيبقوا طايقينها. فبقولوا طب تفتكروا مين اللي عمل الحركة دي؟ والله انا بقول احتمال يكون شوقي. فدلال طبعا بتقول اكيد هو اللي هيعمل الحركة دي. بتفضل نرجس تقول يا رب ياخده، وسوريا بتقول امين. تبقى طبعا متضايقة جدا عايدة. شوقي منسجم اخر انسجام، وبتبقى شايفة وملاحظة دوت وداد. فبتقول له انت النهاردة بالك رايق حبتين. ولا طبعا ليه بالي ما يوقش، وانا بتمنى اليوم ده من زمان. فبتحاول تعرف مين اللي ليه العين اللي ليه في بيتهم اللي كانت قاعدة فيه اللي هو بيت جعفر، لكن هو طبعا ايه ما بيقولهاش انه عارفها واطية. بيدخل طبعا علشان يطمن على اخته، فبيوصل لها رسالة بعد ما طبعا بتعمل معاه مشكلة سوريا. فبيقول لها على فكرة كل اللي عملتيه فيا ان شاء الله اول ما يخلص اعدام جعفر هعدمك وهقتلك انت وراه. لا عبرتيني طول ما انا في السجن، ولا بكيتي على اخوكي اللي اتسحل اللي مات، ولا حتى اخوكي كامل اللي اتبهدل. فلما بيجي يدخل تاني سيف هو بيسيب المكان شوقي وبيمشي. فبيفضل برضه يسأل عليه، بيقول أنا سألت عليه امبارح مش موجود ومش لاقيه. وبيفضل يتكلم معاهم إلى إنه مفيش واحد فيهم بيرد، لكن في الآخر برضه بيقولوا له مكانه فين علشان يقدر يروح يشوفه ويزوره. بعد ما بيمشي شوقي كله طبعا بيبقى قلقان. بتزوره مامته طبعا بتزوره صفصف بتزور جعفر في السجن، وبتفضل بقى تبكي وتعيط وتقول له انت احن واحد يعني ما تقلقش. الابتلاءات دي على فكرة يا جعفر ربنا بيحبك قوي، وانا يا ابني بدعي لك طول الوقت. الا ان هو طبعا بيكون رده، طب وانا بعد الدعاوى اللي انت بتدعيها لي دي يا امي هقلق ليه؟ ده انت دعاكي ده هيفوتني في الحديد. فبتبتسم ابتسامة. طبعا بيبقى الموقف صعب جدا. تفضل تحكي وتبكي وتقوله انت سندي، انا كنت بقول دايما انت شبه عبد الجواد، لكن انت احن من عبد الجواد. وهي طالعة بتبوس ايديه، بتحاول تبوس ايديه طبعا بين القضبان،
وهو بيقرب عليها جدا وبيبوس جبهتها برضو بنفس الشكل. فبيبقى صراحة موقف مؤثر جدا ما بين بكا مامته وما بين صلابة وقوة جعفر. سيد بيروح يزور باباه، بيفضل طول الوقت يعيط ويقول يا رب طب انت ليه خلتني كده، انت يا بابا اللي عمرك ما خلتني كبير، دايما تخلي جعفر هو اللي يعمل كل حاجة، وانا ما بعملش حاجة غير بس ان انا اعمل المشاوير. حتى جعفر لما كبر وحب يتسند مرضيش يتسند عليا، اتسند على نعيم. يكونش العيب فيا ولا يكون العيب في امي. انا والله العظيم يا بابا انا كان نفسي ابقى افضل من كده وابقى شخص تاني مادام الشخص الضعيف اللي انا شايفه ده. لكن طيب انا هعمل ايه؟ بيجي كائن طبعا ويوزع شربات ويفضل يقول شوقي كبير، السيدة زينب تمن، واي حد عايز حاجة يسأله، واي حاجة هتبقى بعد كده سواد. فبتيجي تتكلم طبعا مامة جعفر بتقول له طب افتكر لنا حاجة حلوة، ده انت يوم ما اتعلقت في المعبرة 3 ايام كنت بطلع لك الاكل بالزعافة. فبترد عادة وتقول لها هو ده يا صفصف اللي بتقول عليه؟ بتقول لها ايوه. بيجي نعيم ويقول له على فكرة انا مش عايزك تفتكر كويس زي ما قالت عمتي، انا عايزك ما تفتكرش غير الوحش بس، اللي جاي اللي راح واللي جاي. بيطنشهم كلهم وبيفضل بقى ايه يسقي شربات ويقول اللي ما شربش يشرب، وكله بيقول الحمد لله على سلامة شوقي، الحمد لله على سلامة شوقي. بتروح تردح وداد لسيد في المحل وبتقوله على فكرة ايوه يا ابن عمتي، شفت نفسك بقى من غير جعفر؟ انت ولا حاجة من غير جعفر. شفت نفسك لما ضربت وكل الناس ضربوك؟ انت دلوقتي يا عيني يا حرام ما بتقدرش ترفع عينك في اي حد منهم، تقدرش ترفع عينك. عرفت ليه انا بقى اتجوزت اتجوزت شوقي؟ انت يعني حتى ما تقدرش ترفع عينك قصاد اي حد من السيدة زينب بعد الضرب اللي ضربته. اقول لك على حاجة يا سيد، ده انت حتى ما هتقدرش ترفع وشك في المراية. فبتيجي مامته بقى وتديها الدرس المحترم وتقول لها على فكرة لما البنت بيمسكوها وبتبقى مش كويسة ما بيزوش اهلها، بيسجنوها هي بس. قالت لها انا مش فاهمة حاجة، قالت لها بكرة تفهمي. وبتمسك سيد وبتشد من أزره طبعا وبتقول له انا مش عايزك تعيط هنا تاني ابدا، خليك راجل كده. بيقول لها انا زعلان انا زعلان انا زعلان ياما. وبيجي موقف طبعا مؤثر جدا وبيحضنها وبيفضل يعيط زي الاطفال الصغيرين. بيزور سيف جعفر وبيتكلم معاه بيقول له بقول لك ايه، انت ما تبقاش رخم بقى، ممكن ما تتكلمش مع مراتك مع مامتك لكن صاحبك يا عم لازم تتفك معاه بحاجة. فبيبص طبعا وبيضحك وبيبتسم الابتسامة الجميلة بتاعته، الى اني بيقول طب في حد كده عمل لك اي حاجه في السجن؟ بيقول له ما تخافش انت توصيتك وصلت. فبيضحك بقى سيف اني توصيته وصلت له. خلاص يا عم طيب. بتتكلم قريبة عايدة بتقول لها طب انت زعلانة ليه؟ ده لو اتعدم انت هتاخد فلوس كتير. بتقول لها حرام عليكي انت ما بتحسيش؟ واضح طبعا جدا على عايدة ان هي خلاص فعلا بقت تحب جعفر، والقصة معاها مش قصة اني يبقى معاها فلوس منه قد ان هي تفضل معاه. بتقفل الحلقة طبعا على انه شوقي اللي بيزوره بيقول له كل اللي في دماغك يا جعفر صح، لو على ابنك ايوه انا اللي خدته، لو على اختك انا اللي سقطتها، لو على مراتك اسفة انا اللي سقطتها. وبتقفل الحلقة على كده ما بين بصة غريبة جدا لجعفر. لو عجبكم الفيديو ما تنسناش في